حنا على ابواب رمضان. ان شاء الله يدخلوا علينا وعليكم الصحه والسلامه. في غضون الاكلات السريعه ان شاء الله اللي كنوعدكم انني نقدمها لكم. كنقدم لكم اليوم وصفه اللي هي سريعه وخفيفه على المعده وما فيهاش كثره العطور. كتستعملي في المقادير البطاطس، كتخويها من الوسط بحال الشكل ديال هذاك المحشي. كتستعملي غير موس مقلوب، ماشي الحافي، كتخوي بيه اولا الراس ديال المعلقه اولا اللي عنده داك الاداه. هنا نص فلفله مخاويه هات هي من الداخل، نديرو فلفله. عندك هنايا الكفته، كديري فيها العطور العاديه اللي هو الكمون، الفلفل الاسود اولا الابزار، شويه السكنجبير، شويه ديال التحميره، شويه ديال الخرقوم. وكتستعملي فيها البصله كريمي، يعني كطحنيها في طحانه ديال العطريه بحال هكا. هاد الكميه خليتها لانها نستعملوها في لاصوص ان شاء الله اللي غنكبو على الوجه ديال هاد الوصفه. اللي كتستعملي فيه الحليب، معلقه ديال الطحين، جوج مثلثات ديال الجبن، وهنا كاس لاروب ديال الماء اللي سلقنا فيه هذيك البطاطس نص سلقه بشويه ديال الابزار وشويه ديال الملحه. وهنا الجبن الفرماج الاحمر مقطع الى قطع. بسم الله على بركه الله نبدا. كنشدو البطاطس، كنبقاو نعمروها بهاد الكفته اللي ديجا دبلناها اولا قليناها ديجا بخاسك طيبه هيايا. ضروري من البصله ما تديريها بحال هكا كريمي، ما بغيتش البصله تجي هكا طراف باينه في الوصفه لانها كتخسر الوصفه باش تجي العطاره زوينه وحتى المنظر زوين. غنبداو نعمرو في هذيك البطاطس والفلفل. كيف كتلاحظوا حنا عمرناها، كتجيبي لاطه كدهنيها بشويه ديال الزبده اولا شويه ديال الزيت، كتبقاي تعمري بحال هاد الطريقه. كتستفيهم هنا. من بعد البطاطا كتكوني دايره لها واحد القاعده. نفس الطريقه كديريها هذا الفلفله ديالك. كتجي شي وصفه اللي خفيفه وبمناسبه رمضان ان شاء الله اولا من غير رمضان، كتجي شي الماكله ديال الصيف، شي حاجه خفيفه. ما فيهاش كثره العطريه وما فيهاش كثره الزيت، وشي حاجه اللي خفيفه وزوينه، وكنتمنى من الله انكم تجربوها. من بعد ما كنعمروا اللاطه بحال هكا، فوالا كنجيبوا هذاك لو فروماج، كنحطو غير بحال هكا فوق منها. ديجا ملي غتشعلي الفران داكشي غادي يذوب. فوالا كيف كتلاحظي ندوزو لتوجد لاصوص ديالنا. اللي كتحتاجي فيها البصله كيف قلت لك كريمي، كطحنيها في الطحانه ديال هذا ديال العطريه. كيف كتلاحظي خصها تكون بحال هكا كريمي. كتحتاجي فيها جوج مثلثات ديال الفرomاج المثلث، جبن المثلث. وكتحتاجي فيها معلقه ديال الدقيق والحليب. كتجي هي اون صوص كتجي على الوجه بحال هكا. بسم الله على بركه الله نبدا. كتوضعي الحليب، كندوزو لتحضير لاصوص. كتوضعي الحليب في لاكاسرول كسرونه، كتضيفي ليه هذيك البصله الكريمي، كنضيفو شويه ديال البزار، كنزيدو له الدقيق بحال كتصوبي لا بيشاميل مي بلا زبده. كنزيدو هذاك الفرماج المثلث وكنبقاو نحركو حتى كيتقى لنا لاصوص ديالنا. لاصوص ديالنا ها هو وجد. لي كنذكرك بالمقادير ديالو: كتستعملي الحليب، كتزيدي عليه جوج مثلثات ديال الجبن، كتزيدي عليه رشه ديال الملحه، رشه ديال البزار، معلقه ديال الدقيق، والبصل كريمي، يعني البصل مطحون في الطحانه ديال العطريه. خصو يجي بحال هكا، بحال لي كريم، بحال اون كريم تماما. هذه هي الميزه ديال هذه الوصفه، انها جديده في الوغو، في المذاق، وحتى في سريعه في التحضير، وشي حاجه اللي خفيفه على المعده. من بعد كنضيفوها على هذيك بحال هكذا وكندخلوها الفران.
كندخلوها للفران تحمر لينا وطيب. ما نساوش ان البطاطس راه طايبه نص طيبه، والفلفله راه دغيا شي حاجه اللي دغيا كطيب. بالنسبه لهاد الكاس لاروب اللي خلينا ديال الماء اللي تسلقات فيه البطاطس، كنخليوه وكاو حتى جينا ملي كتبدا طيب لنا لاصوص، كنزيدو فيه النص وهو في الفران. نص ديال هاد الكاس لاروب في الفران ضروري باش ما تحرق لكمش، وعلى حسب البطاطا الا طابت مزيان والفلفل. نتلاقاو منين طيب الوصفه ديالنا. وصفتنا اليوم اللي كانت البطاطس معمره بالكفته وكذلك الشرائح ديال الفلفل، كتجي بحال هذا الشكل من بعد ما كنخرجوها من الفران. كنتمنى من الله انها تنال الاعجاب ديالكم. والجديد في هذه الوصفه ان لاصوص ديال البصل كريمي كتعطي واحد النكهه اللي جديده الوصفه، وكتجي خفيفه على المعده. وكنتمنى من الله انكم تجربوها. وبالمناسبه كنبغي نشكر كاع الناس اللي داروا فيا الثقه وكيديروا جيم على لي فيديو ديالي واشتركوا معايا. كنقول لهم مستمره دائما بالتشجيع ديالكم، ما تنساوش ان التشجيع دائما اساس النجاح. وشكرا بالصحه والراحه.